ضابط المخابرات يقرر بدي اعتقل بشرى، بدي اعتقل بشرى بدون اي نقاش. ما فيش عندها قضيه، ما فيش عندها اعترافات، بتروح اداري شهر شهرين سنه سنتين ما في اي مشكله. تكرار الاعتقالات مؤلم جدا، ويعني في كل اعتقال أتفاجأ بأنه لا يوجد سبب للاعتقال، زائد أن الأوضاع العامة، الأوضاع الخارجية، أي شيء يحصل هناك توتر يكون هناك يعني قائمة من شخصيات معينة، سواء نشطاء، سواء قيادات، سواء صحفيين، إعلاميين، يتم اعتقالهم. يجب أن يعني يبتعدوا عن الميدان وعن التأثير. طبعا يعني هذا ما يعني حاولت التركيز عليه هذه المرة، يعني أحاول يعني أنتزع منه جوابا واضحا لسبب اعتقالي. وطبعا هو كان الجواب أن هناك ملف سري، ولكن الأوضاع في الخارج صعبة، فمش مشكلة لو ضليتي عنا هيك فترة بسيطة. الاعتقال هذه المرة كان أقصى من الاعتقالات السابقة. الأوضاع السياسية في الخارج ويعني مباشرة تنعكس على الأسرى داخل المعتقلات، ويحاولون أن يستفردوا بالأسيرات استفزازا للأسرى. ومثال ما حصل نهاية العام الماضي بقمع الأسيرات لأنهن رفضن التنقلات في الغرف من غرفة إلى أخرى. ولكن يعني وصلت لمرحلة أريد أن أبقى في الحرية قدر الإمكان، ومع أنني حذرة تماما في كل شيء، ولكن الاحتلال يعني أصبح أنه عندما يريد أن يعتقل أحدا لا يريد أن يكون هناك سبب، أنه خلاص أنا قررت أن أعتقلك وخلصنا. بالإضافة إلى المحاربة في الرزق، المحاربة بالعلاقات الاجتماعية، المحاربة بالضغط على الناس بعدم التواصل مع بشرى، بعدم الحديث مع بشرى، وإلا سيكون مصيرك كمصير بشرى، وإلا سيكون مصيرك كمصير فلان. وصراحة يعني الوحيدة في تاريخ الحركة الأسيرة للأسيرات تتكرر اعتقالاتها بهذا الشكل هي بشرى الطويل. اعتقالي الأول كان عام 2011، وكان يعني باعتبار أنا كنت قاصر، وفي بعد شهر أو شهر شوي صرت 18. وكنت في التحقيق، كنت في تحقيق عسقلان لمدة 20 يوم. لما اقتحم المنزل الجميع خلاص يعني ترقب الاعتقال أو يعني توزيع تبليغ عفوا، زي ما حصل سابقا. يعني من كل فترة بيجوا يعني بعطوا تبليغ سواء لأخوتي، سواء للوالد، سواء للوالدة، أو كان يعني اللي معني أنا كنت صغيرة. وأتفاجأ بأن الاعتقال لبشرى. وطبعا هذا الاعتقال كان بعد الإفراج عن الوالدة ب4 شهور. يعني والدتي روحت بشهر 2 وأنا اعتقلت بشهر 7. يعني تحقيقا شرسا نفسيا بشكل رهيب، وتم يعني تقييد يدي وتقييد قدمي في الكرسي، يعني هذا كرسي الشبح، يسمى كرسي الشبح في التحقيق، لساعات طويلة، وتركوني أياما على هذا الكرسي. وصراحة يعني عندما أفرج عني كانت لدي يعني مشكلة صحية في ظهري وفي يعني الفقرة الخامسة في الرقبة، ولكن الحمد لله يعني تعالجت. كل هاي الأمور يعني مع أنه أنا بعتبر من أبسط التحقيق اللي كان معي، ولكنه قاسي كملف بشرى. فكنت أفكر كيف كان التعامل مع الناس اللي عندها ملفات وعندها قضايا وعندها اعترافات وما إلى ذلك. أصعب يعني خلينا نحكي التفكير اللي كان إنه أنا الآن في الجب العسكري اللي كانت فيه والدتي قبل سنة، إنه أنا الآن في المحكمة العسكرية في عوفر لما كانت هون والدتي. فيعني أنا يعني ماشي، أنا يعني كبنت ولساتني يعني صغيرة وكذا، فكيف الوالدة اللي كانت تنحط بالعزل أيام، اللي كانت تنحط بالرملة من الصبح للمساء وتنحط في الرملة أسبوع، وعشان بس إنه باعتبار معبار، كيف بدها تروح على عوفر، ترجع من عوفر للرملة وتستنى كمان 7-8 ساعات، وهي مقيدة اليدين والقدمين، ويعاد يعني ويتم إعادتها إلى معتقل الشارون، في حينها كانت في الشارون، معتقل الشارون.
كلكم أنا بالنسبة لي كان، وكيف كانت أمي تكون بالزنازين وبالعزل بالبرد. فهذه كانت يعني من أقصى اللحظات علي. يعني كنت أحاول أتمالك نفسي في المحكمة، مجرد ما أرجع للزنزانة لم أتمالك نفسي ولم أتمالك دموعي. لم أتعود على الاعتقالات وأرفض، يعني البعض يعني يقولها من الأحبة بشكل يعني مزاح، ولكنها مرفوضة بالنسبة لي. لم أتعود، لا أنا ولا الوالد ولا إخوتي الذين عندما يتم اقتحام المنزل يكونون موجودون داخل المنزل. لم نتعود ونرفض أن نتعود، ولكنه محتل. يعني هذا الاحتلال يعني من الطبيعي أن يكون مجرم، من الطبيعي أن يبعد العائلة أو يشتت العائلة، ولكن لم أتعود وأرفض أن أتعود. ولكن أريد أن أتعود على الحرية وليس على الأسر. يعني من حقي أن أتحدث بحرية عن ألم الناس، عن معاناة الناس، عن أنين الناس، في ظل مؤسسات مدعومة، ولا يعني ولا يقدم الاحتلال عليها باقتحامات أو باعتقالات من يعمل بها. ولكن نحن كجهود شخصية عندما نتحدث عن الأسرى يتم اعتقالنا، ويقولون لنا بأنكم أنتم يعني تزعجونا، ومصيركم لازم يكون قدام عينينا، قدام عينيهم، يعني داخل الزنازين، داخل الأسر. لا شك أنه يطلعوا بعض الشخصيات يتحدثوا بسلبية، يعني بما معناه أنه خلص يعني اليهود بأخذوش حدا مش عامل إشي، وخلص اهدي يا بشرى، وكملي نص دينك يا بشرى، وما إلى ذلك. يعني طبعا أنا بتقبل الموضوع يعني بهدوء وبصدر رحب، يعني ولكن يعني داخليا إنه بتضايق، لأنه الحكي بيكون خلينا نحكي بوجه عام. يعني من الممكن اللي بده ينصح الثاني بنصحه على جنب، ولكن يعني خلينا أحكي أنا براعي بعض هذه الشخصيات التي تتحدث بسلبية بأنها لم تجرب عقلية المحتل. لم تجرب بمعنى إنه لما يقتحم المحتل بيتك مرة ومرتين وثلاثة للتضييق، وفي ناس بيقتحموا بيوتهم بدون ما يتم اعتقال، بس إذا أنتوا اللي ما جرب ما يحكي، اللي ما ذاق المرار ما يحكي، واللي ذاق وبالنسبة له إنه بشرى اهدي وأبصر إيش وكذا، لا بشرى هادية، وبشرى بتحكي بالحقيقة، وبشرى يعني هذا نطاق عملها، وما في إشي غلط الحمد لله اللي إحنا بنعمله. ولكن الحر يعني مهما حاول أن يبقى خارج الأسر، هناك من لا يرضى بحريته ويريد أن يبقى داخل الأسر. أو من حقي أن أسافر كالباقين من الصحفيين والصحفيات والنشطاء، أو كمواطنة. يعني مش شرط أن أنا أكون صحفية أو إعلامية أو لدي توصيف معين، إن أنا أسافر أشوف الدنيا، أشوف حالي، أكمل دراستي، أنجز بدورات دولية مميزة بعيدا عن الأونلاين وبعيدا عن الروتين وكل هذه الأمور. ولكن حاولت السفر وتم منعي، ويعني الأسباب يعني غير عقلانية. يعني هم يخافون على أنفسهم من الناحية الأمنية، ودائما يقولون لنا خطيرون على أمن إسرائيل، خطيرون على أمن إسرائيل، وهذا ما نرفضه. ولكن نحن على أمل أن يأتي اليوم الذي يعني سأسافر به إن شاء الله، وأخرج الطاقة الإيجابية التي يحاول طمسها العدو لبشرى في الضفة المحتلة.